سلام البنات، اليوم غادي نوجد معكم تحليه ديال الشوفان بالفواكه، كتجي لذيذه ورائعه. كنتمنى تجربوها. الطريقه ديالها راه سهله والمكونات ديالها بساطين، كاين في كل بيت ومفيده بزاف للصحه ديالنا لوليداتنا والناس اللي كيديروا الرياضه والناس اللي تيبغيو يزيدوا في الوزن. هاد الوصفه راه مفيده ليهم بزاف، كنتمنى تجربوها. الطريقه ديالها راه سهله وصحيه كما قلت لكم، وتوجدوها بالمكونات المتوفره عندكم، الفواكه الموسميه المتوفره توجدوا بها التحليه، اولا بالشريحه والتمر اولا باللوز القرقاع، اي حاجه متوفره عندكم توجدوا بها التحليه راه سهله. كما كتشوفوا انا درت هنا كاس ديال العنبه ديال الشوفان، زدت عليه 2 معالق كبار ديال الزبيب و3 المعالق صغارين ديال السنيده، السكر على حسب الذوق. وغادي نسم بساشيه ديال الفاني، غادي تنسموه على حسب الذوق ديالكم بالليمون، بالقشور ديال الليمون ولا القشور ديال الحامض ولا القرفه ولا الفاني على حسب الرغبه ديالكم نتوما. من بعد غادي نزيد عليهم الماء الطايب حتى كيتغطى ليا دوك الشوفان بالماء كما كتشوفوا. ما غاديش نكثر الماء بزاف، كيتغطى الشوفان وكنحبس. ومن بعد غادي نحطوه على العافيه حتى كيبدا كيغلي، وغادي نخليه يغلي واحد فوق البوطه واحد 5 دقائق حتى كيتشحر هذا الماء، ما كيبقى داك الشوفان كيشرب هذا الماء. الطريقه كما قلت لكم راه سهله وصحيه وكيجي لذيذ ومفيد بزاف للصغار والكبار، وكتعجب الكبار والصغار. كنتمنى تجربوها. صافي من بعد ما غادي دوز 5 دقائق على الشوفان فوق النار، غادي نطفي عليه ونخليه حتى يبدا يشرب داك الماء مزيان، ما كيبقاش فيه داك الماء. وتقدروا ديروا كما قلت لكم اي فواكه متوفر عندكم جافه ولا طريه اللي متوفر عندكم توجدوا بها التحليه. التحليه كتكون صحيه ومفيده بزاف للصحه ديالنا وديال وليداتنا. وغادي نصاوب الكريمه بالفاكهه ديال الكاكي كما كتشوفوا. من الاحسن تكون طيبه بحال هذا الشكل هذا. نحيد لها داك القلب ديالها وغادي نطحنها غادي نضيف عليها الكاكاو، واحد الساشيه ديال الكاكاو، وغادي نميكسيها مزيان، نطحن هذا الشيء وغادي نحصل على كريمه. صافي من بعد ما طحنت الفاكهه ديال الكاكي مع الكاكاو، غادي نجيب داك الشوفان اللي حطيت على النار اللي من بعد ما تشحر ما بقاش فيه داك الماء كما كتشوفوا الشكل ديالو كيولا. زدت هنا هاد الزليفات وغادي نبدا نحط فيهم هاد الشوفان ديالي، ندير الطبقه الاولى ديال الشوفان مع الزبيب، مزيان على حسب الذوق ديالكم. المهم انا زينت بهذه الطريقه، كنتمنى الفكره ديالي تعجبكم. وما تنساوش ليا من فضلكم لايك واشتركوا في القناه، مرحبا بكم، وبارطاجيو الفيديو الى عجبكم الفيديو مع الاصدقاء والعائله. وكنتمنى تجربوا الوصفه، راه كتجي لذيذه وصحيه وسهله بزاف كما كتشوفوا، مكونات قليله والطريقه ديالها راه سهله وماشي ما كتدي لا وقت لا والو، بسرعه كتوجد وفي نفس الوقت صحيه وسهله بزاف. كما كتشوفوا من بعد ما حطيت ديك الطبقه الاولى ديال الشوفان، غادي نضيف على هذه الطبقه الثانيه ديال الفاكهه ديال الكاكي مع الشوكولاته ولا الكاكاو. وغادي نزينها بالفواكه اللي متوفره، يعني زينت انا بالكيوي والرمان. غادي نعمر الطبقه الثانيه كما كتشوفوا بهذه الكريمه، كتجي على شكل كريمه هاد الفاكهه. ومن بعد ما غادي تجمد كتجي بحال الطبقه من الفوق ديال الشوكولاته، كتجي جامده. وغادي نزيد الكيوي من بعد ما قطعته مربعات كما كتشوفوا صغيره، وضفت عليهم الرمان. كنتمنى الفكره ديال اليوم تعجبكم وتجربوا الوصفه، راه كتجي لذيذه وصحيه وسهله بزاف. كما كتشوفوا توجدوها باللي متوفر في الدار، يعني اي فاكهه متوفره عندكم توجدوا بها اولا مكسرات. وهذه هي التحليه ديالنا ديال اليوم، بالصحه والراحه. كنتمنى تجربوها، وما تنساوش من فضلكم ديروا لايك باش يوصل هذا الفيديو لاكبر عدد من الناس. وشكرا لكم على المشاهده، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. شكرا لكم كاملين.